بنكمل الفصل التاني من حكايتنا مع جيون وهي بتشاور للجنود وفاكراهم ناس عاديين، لكن جيل بتقول لها ان دول جنود وان هم جايين علشان الانتقام وان احنا لازم نهرب دلوقتي حالا علشان لو شافونا هياخدونا. وطبعا الاتنين ما بيكدبوا خبر وبيكونوا عايزين يهربوا، لكن بيلاقوا ان في واحد من الجنود في وشهم وبيتاخدوا زي بقيه البنات وبيترموا في السجن. وبيفضلوا يصوتوا شويه، لكن البنات التانيين بيقولوا اسكتي بقى احنا متاخدين عشان الانتقام. وبطلتنا ما بتكونش مصدقه ان هي بجد نزلت في عصر جوسون، وبتصوت تاني وبتقول خرجوني من هنا، انا مش من العالم ده اصلا. فالجنود بقى بتخش لها من هنا علشان تسكتها، فبتفضل تضرب فيهم هي والجلد. في اخر ما بيزهقوا منهم بيربطوهم وبيقفلوا بقهم ده وبيرموهم على جنب. وبعد شويه بيلاقوا ان الجنود جايه وبتاخدهم علشان ينقوا البنات الحلوه والصغيره للملك، اما البنات الكبيره فيرموها في المطبخ. وبيجوا قدام البطله وبيسالوها عندك كام سنه، فبتقول لهم 27. وبتكون بقى فاكره ان هي حلوه جدا لدرجه ان هم ياخدوها للملك، لكن بيقول لها لسنك اكبر من اللازم وروح يلا هناك. فبتتصدم من هنا، وجيل بتروح بقى وبتقول اللي هي عندها 30 سنه، فطبعا مش بيصدقوها لان هي عندها 18 سنه اصلا، لكن هي بتصر وبتقول له طب انا عندي 28. حلو ده. فبيحسوا ان هي عبيطه، بيقول لها خش على جنب اختي. بيجمعوا بقى جيهون وجيل وكل البنات الكبار كده قدامهم، بيقولوا ان الشغالات في المطبخ هربوا النهارده الصبح، وبيقول لهم اللي هم اللي هيطبخوا النهارده لان جاي لهم ضيوف مهمين. لكن الستات كلهم بيعترضوا لان هم مش هيقدروا يطبخوا، لكن بنتها بتتكلم بثقه وبتقول انا ممكن اعمل لكم الاكل كله، بس لو عملناه تسيبونا نمشي. لكن هو بيكون خايف جدا لان اللي جايين النهارده مش بيرحموا. فبتقول له قول لي مين اللي جايين النهارده وايه اكلهم المفضل عشان نعمله. فبياخدها على جنب عشان يقول لها هم مين بعد ما قدرت تقنعه ان هي تقدر تعمل لهم الاكل عادي. بيقول لها اللي جايين هو اب وابن، والاب شغال وزير الاشغالات وعنده نفوذ كتيره جدا، اما الابن فهو صديق الملك واللي بيكون كبير المستشارين كمان بتاعه، وكمان هو صهر الملك لان هو واخد اخت الملك الغير شقيقه. وبيقول لها الاثنين دولت مش سهلين خالص لان هم ناس خبثه جدا وممكن يطلع لنا اي عيب حتى لو مش موجود. وبيقول لها انا قلت لك كل اللي انت عايز تعرفيه، لكن لو حصل اي غلطه هيكون الثمن رقبه. وبتروح بقى وكل الستات اللي هناك بيساعدوها عشان تقدر تعمل الاكل عشان يهربوا بقى من هنا. وبيدوروا كتير على اللحوم لكن مش بيلاقوا، لكن جيل بقى بقوه شمها بتلاقي بسرعه، وطبعا بنتنا بتنبهر منها ومن مناخيرها القويه دي. وبعد كثير وكثير من المجهود بتطلع لهم احلى طبق ستيك. وبنعرف ان الرئيس بتاع الانتقاء ده اللي بيجمع البنات يعني خايف جدا من الناس اللي جايه، ويكلم باباه وبيقول له ان هو هرب اخته خلاص وان محدش هيعرف يجيبها. وفعلا بقى كبير المستشارين ام وباباه بيجوا هما الاتنين عشان يشوفوا البنات، وبيبداوا يختاروا البنات اللي هتكون محظيات للملك، وبيبقوا بيلقحوا كده بالكلام على الحفيده بتاعه الراجل الكبير ده، لكن هو بيكون مطمن جدا لان هم هربوها خلاص، وان اكيد كبير المستشارين مش عارف يجيبها يعني عشان يديها للملك. وطبعا الرئيس وباباه بيقولوا طب تعالوا بقى عشان احنا عازمينكم على الاكل وهيبقى تحفه. فالتانيين بقى بيكونوا رايحين ناويين ان هم يطلعوا لهم غلطه في اي حاجه، لكن اصلا بيلاقوا ان الاكل جاي لهم طبق وفيه كام قطعه لحمه، فبيكونوا فرحانين لان هي جات لهم عطل بطاقه. وبيقول لهم انتوا جايين هنا عشان تهنونا وجايبين لنا اكل قليل. وبيبداوا هما الاتنين يزعقوا وبيقولوا انتوا كده بتعاملوا الضيوف بتوعكم، طب ما تزعلوش بقى من اللي احنا هنعمله. لكن الرئيس بيقول ما تقلقوش خالص، انا هجيب الطاهيه دلوقتي وهخليها تعاقب قدامكم. بنتنا بقى بتكون قاعده مع البنات وكلهم فاكرين ان هم يخرجوا خلاص، لكن فجاه بتلاقي ان جنود جايين عشان ياخدوهم، واللي بيودوهم عند كبير المستشارين والرئيس اللي جايبهم يعني. وبيروحوا بقى وبيتهزقوا شويه من الرئيس وبيقول اللي هو يعاقبهم دلوقتي كلهم، لكن بنتها بتلاقي ان هم ما كلوش من الاكل خالص، فهي بتقول اكيد لما يدوقوه هيلاقوا الاكل مختلف تماما. وبتقول للرئيس طب خليهم الاول ياكلوا الاكل ويقولوا رايهم. فطبعا كبير المستشارين بيشوف ان هي بجحه جدا لان هي بتتكلم معاهم، فكبير المستشارين بيكون عايز يضيع وقته وبيقول لها طب اشرحي لنا الاول انت عملت الاكل ده ليه. لكن بنتها بتقول لو الاكل قعد اكتر من كده هيكون بارد ومش هيكون ليه طعم، فبتقول له ان هو الاول ياكل وهي تشرح له كل حاجه بعد ما يخلص أكل. فكبير المستشارين بيقول ان كده انتوا بتهنوني هنا وانا دلوقتي هوريكم اعمل فيكم ايه. وبيجيب الحفيده بتاعه الراجل الكبير ده وبيقول له هي حفيدتك انا دلوقتي هبعتها للملك، لكن الراجل ما بيكونش مستحمل خالص ان حفيدته هتروح وتكون محظيه عند الملك. وبنتها بتكون قاعده شايفاه وهو بيعمل الحاجات دي وبتقول اللي هو خبيث جدا وبتفضل تشتم عليه. وبنلاقي ان كبير المستشارين بيقول لهم ان هو لو عجبه الاكل هو يمشي وكانه ما شافش بنتهم دي، اما بقى لو الاكل ما عجبوش فهو ياخدها ويخليها محظيه عند الملك. ويبص لبنتها وبيقول لها الاكل لو ما عجبنيش انا هخلي حياتك على المحك. وبيبدا يدوق هو وباباه الاكل بقى وبيلاقوا ان هم راحوا عالم تاني خالص، وان هم عمرهم ما كانوا حته لحمه بالطعم والجمال ده. فبيقول لها انت عملت الاكل ده ازاي، فبتقول له الطريقه بتاعتها، لكن الاكل بيكون طعمه جميل جدا بس هو بينكر وبيقول ان الاكل ما عجبهوش. فالراجل الكمل الكبير ده بيدوق الاكل وبيلاقي ان الاكل حلو جدا، وبيقول له انت عايز تاخد حفيدتي بالعافيه، ما الاكل حلو اهو. هو بيرفع عليه السيف وبيكون عايز يموته، لكن ابنه بيجي بيقول له ان هو ما يعملش اي حاجه وان هم يعاقبوا الطاهيه دي لان هي سبب في كل المشاكل اللي بتحصل لهم. وفعلا بيأمروا باعدامها وهي بتكون مصدومه لان ايه اللي بيحصل معاها ده، وان هي على اخر الزمن هتموت يعني في عصر جوسون. وقبل ما بيعدموها بقى بنلاقي ان الملك جه وبيقول لهم ان هم يوقفوا، وبنلاقي ان هو راح له وبيقول انا عارف الصوت ده كويس ولو الصوت ده هو اللي عمل الاكل انا هدوق. فهي
بتبص له بتتصدم لان هو طلع بجد الملك، وبتفتكر كل اللي كانت بتعمله فيه، وبتقول يا ريتهم كانوا قتلوني دلوقتي ولا ضربوني بالخشب ده احسن من اللي هيحصل لي. وبيروح علشان يدوق الاكل وبينادلها علشان هي تدوق قبليه، فبتيجي عشان تدوق لكن بتلاقي ان الاكل حلو جدا، فبيبدا ياكل هو كمان لكن بيتصدم من جمال الطعم وما بيكونش مصدق قد ايه الاكل ده حلو بالطريقه دي. وبيقول لها انت عملتيه ازاي؟ فبتقول له المكونات اللي هي عملت بها الاكل، وبتلاقي ان هو فاهم جدا ان هو فعلا ذواق جدا. فبيقول لهم طالما الاكل حلو قوي كده فانتوا كنتوا بتنتقدوه ليه؟ لكن كبير المستشارين بيقول له انا ما انتقدتش الاكل، انا من كتر ما الاكل كان حلو لساني عاجز بس ان اقول. والملك بيفتكر لما كانت بتخانق معاه وبتقول له ان هي طاهيه وان هي كبيره الطهاه كمان، فبيقول لها انت كبيره الطهاه؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها انت ازاي بقى قدرتي تمسكي في الوظيفه دي وهي للرجاله؟ لكن هي بتقول له ان الوظيفه دي زي ما انت بتقول للرجاله بس انا عشان بحبها دخلت فيها. لكن الملك ما بيصدق يكلمها وبيقول لها انت ما ندمتيش ولا مره اللي انت دلوقتي شغاله طاهيه؟ فبتقول له والله يا ملك يعني ما انت كمان شغال ملك واكيد بيجي لك وقت وبتعاني يعني. فبيقول لها اه والله معاكي حق، انت اسمك ايه بقى وعندك كام سنه؟ فبتقول له انا اسمي يون جيون وعندي 27 سنه. لكن هو بيتصدم كده وبيقول لها 27 سنه مش باين عليكي خالص، طب وانت متجوزه ولا ايه حكايتك؟ فبتقول له لا مش متجوزه. فبيتصدم تاني لان هي عندها 27 سنه وما اتجوزتش. لكن هي بتقول له ما تفكرش في حاجه وحشه، انا اصلا مش جايه من هنا والموضوع عندنا عادي. فبيقول لها امال جايه منين بقى طالما مش جايه من هنا؟ فبتفكر كده شويه وبتقول انا لو قلت له قدامهم كلهم هل حد هيصدقني؟ لكن بتتشجع وبتقول له انا جايه من المستقبل بعد 500 سنه. فبيبص لها كده وبيقول لها انت باين عليكي مختل عقليا بس موهبتك هي اللي انقذتك النهارده. فبتكون عارفه ان هي كده كده ما حدش هيصدق. المهم بقى كبير المستشارين بيقول لها تعالي كده على جنب، فبتروح وبتقول له انت هتحررني صح؟ لكن الملك بيأمر بقى ان هي تتسجن تاني وهتيجي مع القصر بكره. وبخصوص حفيده الحاكم ده فهي هتروح برده مع القصر، وبنتها بقى علشان كانت قاريه في التاريخ فبتعرف ان بسبب الحفيده دي هتحصل المذبحه وان الملك هو اللي هيعملها، وبتعرف ان الملك هو اللي هيعمل المذبحه دي عشان ينتقم لكل اللي اذوا مامته واللي ساهموا ان هي تتقتل زمان ومنها الحاكم ده. وبتكون خايفه جدا الاحداث تحصل تاني وبتكون خايفه اكتر بقى على حياتها. كلهم بقى بيخرجوا لكن الحاكم الكباره ده بيقعد وبيقول له بقول لك ايه هو انت مش ترجع لعقلك؟ فكان الجند هيموتوا لكن الملك قال له استنى وقال للحاكم كمل بقى كلامك ده. فبيقول له ارجع تاني لرشدك بقى واحكم بالعدل لان كل اتباعك والوزراء ما بقوش يسمعوا كلامك. وبيكملوا وبيقول له انت عايش في الملذات بتاعتك ومش حاسس بحاجه والستات والاتباع بتوعك هم اللي شايلين الدنيا كلها وبيعملوا كل اللي هم عايزينه عشان بس انت صاحب نفوذ. فبطلنا بقى بيرفع السيف في وشه وبيكون عايز يموته وبيقول له انت لو اتكلمت تاني بالطريقه دي معايا ولا قلت كلمت تاني انا هقتل حفيدتي. فطبعا الحاكم ده قال له اقتلني انا وحفيدتي لا. فبطلنا بيقول له انت اكيد دلوقتي حسيت بألم فقدان حد من عيلته، وبيقول في نفسه ان هو يدفعه الثمن غالي لان هو كان ليه ايد في موت مامته. وبطلنا بيقرر ان هو ينفيه المكان بعيد جدا. بنشوف بقى بطلتنا وجيل هم قاعدين مع بعض وشايلين الهم لان الملك امر ان كل الستات تمشي الا هما الاثنين. فجيل ما بتكونش فاهمه ليه الموضوع ده، والبطله كمان بتقول لها ان هو ياخدنا معايا بكره القصر. فطبعا جيل بتكون منهاره جدا لان هي ما كانتش عايزه تروح القصر وما تعرفش ايه اللي هيحصل فيهم هناك. لكن جون بتقول لجيل انا مالي ومال الكلام ده كله، انا جايه من المستقبل اصلا. فجيل بتبص لها كده فجون بتفتكر ان هي مش هتصدقها، لكن جيل بتقول لها انا مصدقاكي والله وكل حاجه لان انا لما قابلتك اول مره شميت فيكي ريحه كده انا اول مره اشمها. وبتبدا بطلتنا تحكي لها ازاي وصلت لهنا من الطياره لغايه العصر وهي بتحكي لها كده بتفتكر الكتاب اللي في الشنطه بتاعتها وبتقول هو الكتاب ده اللي يبني العصر بتاعكم، انا لازم الاقيه عشان ارجع تاني. وفي نفس الوقت ده ابنها بيكون قاعد مع كبير المستشارين وقاعدين بيلعبوا شويه مع بعض، هو بيحكي له بقى على موضوع موت مامته تاني وان هو عايز ياخد بقى بطار من كل اللي قتلوه، وبيأكد عليه ان هو يفضل حابس الطاهيه وصاحبتها وان هو يمشي الستات التانيين وان هو مش هيعمل حاجه بحفيده الحاكم ده ويطلق صراحه هي كده كده هتكون ملعبين وان كده يعتبر خد بطار من الراجل ده لما النفاه بعيد. لكن كبير المستشارين بيقول ستك لو عرفت اللي انت عملته في الحاكم ده مش هتسيب الموضوع. لكن بطلنا بيقول له كبر دماغك وتعالى نشوف بس هنعمل ايه. في نفس الوقت ده بيجي صاحب القصر ده وبيحرر بناتنا وبيكون شجاع جدا وبيقول لبطلتنا انت عملت الاكل زي ما طلب منك فاكيد هحررك. وقبل ما تمشي بتقول له انت ما تقلقش من حاجه لان الطاغيه اللي جوه ده ربنا هينتقم منه. وكبير المستشارين بيخبط على بطلنا وبيقول له ان جيوون هرب، وبتكون بقى ماشيه جيوون في الوقت ده هي وجيل علشان يروحوا يجيبوا الشنطه. وجيل بتقول لها ان بابا كان قائد في البحريه لكن اتلفقت له تهمه ودلوقتي انا ما اعرفش هو عايش ولا ميت. اما امي بقى فتجمع علينا انا وهي قطاع طرق وقتلوها لما كنا بندور على بابا. فبنتنا بتقول يا ريتني ما سالتك الصراحه. فبنتها بتقول لها لما الاقي الكتاب هاخدك معايا ونعيش انا وانت في المستقبل. وبنتها بتقول لها لو في حلم انت عايزه تحلميه قولي لي عليه. فبتقول لها انا عايزه ابقى رئيسه البلاط في القصر. وبيروحوا بقى عشان يدوروا على الشنطه لكن مش بيلاقوها خالص، وبيلاقوا بقى ان الجيش جاي في ظهرهم. وبطلنا بقى بيروح وبيمسكها كده وبيقول لها فسري لي بقى انت هربتي ليه. وبتقول له انا هفسر لك كل حاجه، انا كنت جايه بس عشان اجيب الشنطه بتاعتي. فبيقول لها يعني الشنطه مهمه عندك للدرجه دي عشان تهربي من عندنا عشان تجيبيها؟ لكن بطلتنا بتقول له ان الشنطه دي باهميه حياتها كلها. فبيعرف هو مكان الشنطه وبيخلي واحد من الحراس يروح ويجيبها لها. فبتفرح جدا بقى وبتشكره ان هو جاب لها الشنطه اخيرا، لكن فجاه بتلاقي ان هو بيرمي الشنطه. فبتصوت هي وهو بيقول لها كده بقى مش هتعرفي تهربي خالص. فبتيجي بقى
علشان تزعق له، فبيقول لها انت هتجرؤي بقى وتكلمي الملك ولا ايه؟ لكن هي بتقول له الشنطه دي مهمه عندي جدا وانا ممكن اعمل لك اي حاجه بس ترجعها لي. فبيبص لها كده وبيقول لها اي حاجه اي حاجه، وبنلاقيهم اللي هم واخدينهم هما الاثنين قصر عشان يوديهم القصر. وبنشوف بقى المحظيه كانج لما كانت مع باسم سمره ده وهم قاعدين مع بعض، وبيقول لها انا عايزك بس الفتره دي تشغلي الملك، دوبيه بجمالك بقى وخليه ينشغل بيك انتي عن مسؤوليات البلد، وما تنسيش تفكريه دايما وتخليه باله مشغول بقضيه قتل مامته، لان ده اللي هيخليه يبعد اكتر عن مشاغل البلد، وكده بقى احنا اللي هنحكم براحتنا. وبيقول لها ان جات له رساله ان الملك جاي ومعاه واحده، فبتقول له انا عارفاه علشان ديت تبقى حفيده الحاكم، لكن هو ما بيكونش عارف مين اللي جايه معاه. وبنشوف قد ايه هي غيرانه ومتعصبه لان في واحده جديده هتيجي وممكن تاخده منها، وبتجري على الملك اول ما بيجي وبتحضنه قدام بنتنا، وبياخدها من ايديها عشان يوريها بنتنا، وبيقول لها عارفه البنت دي مجرمه، لكن انا مش هضيع موهبتها دي بقتلها. فهي بتنفسن جدا من بنتنا كده وبتقول له يعني انت جايبها بقى معاك القصر عشان ايه؟ وبنتها بتكون خايفه من نظرتها جدا، بس بتعرف ان دي المحظيه كانجو اللي بتكون قاريه عنها ان هي اكثر النساء شرا في جوستون، فبتقول انا عارفه ان انا داخله على مرار طافح، وبتكون خايفه بقى لا تموت في المذبحه اللي الملك هيعملها لان خلاص المذبحه قريبه جدا. اما على الناحيه التانيه فكانج بتعرف ان دي مش الحفيده بتاعه الحاكم، وبتكون عايزه تعرف هي مين دي، وبتقول للملك انا هاخدها معايا واظبطها لك كده عشان تاخدها تكون فله، لكن الملك بيقول لها ان دي مش زيكم وان هي مش هتعمل المعامله دي ومش هتحط الميك اب ده ومش هتعمل شعرها كده، وبيمسك وشها قدام المحظيه كانجو وهي بتكون في نص هدومها. وطبعا بقى اول ما بتشوف اللي هو عمل كده بتقول له بقول لك انا حاسه ان انت تعبان كده، يلا نخش بقى على الاوضه عشان نقعد مع بعض شويه. فهو ماشي بنتها بتقول له طب انت كده هتودينا على فين؟ لان انا اصلا المكان مش عاجبني وخايفه منه. فبيأمر قائد الحراس بتاعه ان هو يغطي لها وشها علشان ما تشوفش تاني خالص. وجيون بتقول له يا سلام انت عملت فينا جميله يا جدع، وبيقول لها الجميله الاحلى بقى المسكن اللي انت هتعيشي فيه. وبنشوفه اخيرا هو في الاوضه بتاعته وبيشيلوا له السهم اللي بقاله اصلا حلقتين معاه وعايش بيه، وكانج بقى بتاخد الباقي من السهم عشان ما يعرفوش مين اللي عمل كده فيه. والطبيب بيقول له نزيف ده لو ما كانش وقف في وقته كانت حياتك هتكون في خطر، فبيفتكر ان بنتنا هي اللي انقذت له حياته وهي اللي وقفت له النزيف ده. وبعد ما الدكتور بيمشي بتقعد معاه كانج وبتساله مين اللي وقف لك النزيف، فبيقول لها ان هي البنت الشبح اللي انا جبتها معايا النهارده. فبتتصدم كده وبتقول له يبقى انت جبتها عشان هي انقذت حياتها. فبيقول لها انت فاكره ان انا كده منقذ حياتها؟ ده ما فيش حد قدي عايز يقتلها. وبيقول لها مالك كده، انا حاسه ان انت غيرانه سيكه منها. لكن كانج بتقول له انا غير من دي، بس انا بس سمعتك كده وانت بتقول ان انت محضر لها مسكن خاص تعيش فيه، وبتقول له تكون جايب لها اوضه زي الاوضه بتاعت زوجات الملك. فبيقول لها لا ده انت باين عليك غيرانه قوي بقى، وما بيرضاش يقول لها هو جايب لها ايه، لكن انا بقى هوريك هو مقعدها فين. بيكون مقعدها هنا في الاسطبل بتاع الاحصنه عشان تعيش فيه هي وصاحبتها. وبنتنا كالعاده بتقعد تشتم فيه شويه وبتسكت، وكانج بتدي السهم بقى للخادمه بتاعتها عشان تديه لباسم سمر. وبنروح بقى للمطبخ الملكي وهناك بقى بنشوف كل الشيفات اللي شغالين فيه، وبنشوف بقى شريف ومحسن هم عاملين يتخانقوا مع بعض على مين فيهم اللي هيكون كبير الطهور. وبنتعرف على ست الملك واللي بتكون متضايقه جدا لان الملك نفى الحاكم، واتباع اللي بيكونوا قاعدين حواليها بيقول باين ان الملك عمل كده بدافع ان هو ينتقم لكل اللي قتل مامته، لكن هي بتقول ان هي مش هتسمح ان ده يحصل. وبنروح بقى للمحظيه كانج لما امرت ان كبير المستشارين يجي عشان تساله على البنت دي، لكن هو بيقول لها ان البنت دي كانت شغاله عند رئيس الانتقاء في القصر بتاعه، بس الملك امر ان هي تيجي معاه، وبيكون بيرد كده بالخباثه، فبتعرف ان هو سبب اكيد ان هي تيجي هنا. وبتفضل بقى تأمره شويه اوامر كده وتزعق له في حاجات تخص الحكم، وتقول له انا اللي احكم هنا وانت اللي تنفذ. فبيكون متضايق جدا بقى منها وعايز البطله بتاعتنا تكون بدلها، لكن بابا بيقول له اهدى كده كفايه اللي احنا عايشين هنا في القصر وراضيين. فبيقول له دي معاملانا كاننا خدامين، وطالما احنا بقى بنتعامل كاننا خدامين نختار مين اللي هيعاملنا، وكده كده البنت الجديده ديت ما تعرفش حاجه واحنا نقدر نشكلها براحتنا. وبناتنا بقى قاعدين كده القعده بتاعتهم العاديه، بنلاقي ان في شخص جه وبيفتح لهم الباب وبيقول لهم اهربوا، وبيكون مقنع لكن هم بيروحوا وراه بسرعه علشان يهربوا، وبيفضل يعمل لهم حركات بهلوانيه كده وهو بيجري وهم بيجروا وراه. وبعد كتير من الجري والجري بنلاقي ان هم وقفوا في حته كده واتعمل قدامهم عرض، وبيكونوا مش فاهمين مين اللي بيرقصوا قدامهم دول ولابسين اقنعه عليه، لكن العرض بيعجبهم خالص. وفجاه بقى بنلاقي واحد مقنع واقف قدامهم وبيقلع القناع، وبنلاقي ان هو الملك. هو بيتصدم واحنا كمان بنتصدم، وبيقول لهم كنت عايزه اهزر بس معاكم شويه كده ولقيتكم هربتوا فعلا، لو هربتوا تاني بقى انا هقتلكم. وبيقول لهم اللي جه وخدكم هو ده واللي اسمه كونج، واللي بيبقى المهرج بتاع الملك. واول ما جيل بتشوفه بقى بتنبهر بيه وقد ايه هو وسيم، وبتقول لو خدعني تاني انا هروح معاه من غير ما افكر. وبيدي بقى كونج الفلوس بتاعته وبيقول له خلاص شكرا جدا على العرض وامشي. لكن بعد ما بيمشي بقى كونج بيلاقي ان هو سايب له رساله في الفلوس، وبيقول له ان في حد ضرب بالسهم هناك في الغابه وعايز يعرف مين اللي عمل كده، وبنعرف ان هو كان
عامل كل ده علشان يقدر يوصل له الرسالة دي بس من غير ما حد يشك فيهم. هو بيمسك بقى بناتنا الاتنين وبيهزقهم ويمربط بكرامتهم الارض وبيقول لهم لو عملتوا كده تاني انا هقتلكم، وبيكون عايز يقتل الجيل كده عشان يوري البطل ان هو يقدر يعمل فيهم اي حاجة، لكن بقى بيقول لها ان هي تطبخ له اكل حلو وهو مش هيقتلها. وكانج بقى اول ما عرفت ان هو ما قتلهمش هما الاتنين بتشيط وبتمشي، وفعلا بقى بتروح المطبخ علشان تعمل له اكل ياكلها ويسكت، وبتفكر بقى في الاكله اللي هي كانت عاملاها في الحلقه الاولى هناك في فرنسا، وبتعمل له بقى شويه اكل تحفه كده علشان ياكله ويقفل بقه. وطبعا محدش من الشيفات اللي هناك بيكون بيساعدها في اي حاجه، لا وكمان الشيف محسن بيروح يقول للمحذيه كانج على اللي هي عملته، والشيف شريف بيقول برضه للخادمه بتاعه الملكه الكبرى، وكل واحد بيوصل المعلومه بطريقته، وبيلبسوا بنتنا وبيجهزوها بقى علشان هتروح للملك تديله الاكل. وبتدخل بقى هي وعشرومه خادمه كده من وراها وكمان رئيسه البلاط، وبتتفاجئ لما بتلاقيه ان هو قلع كده عادي جدا، لكن هو بيقولها مش هتاكليني يلا بقى. وبتخرج بقى كل الخادمات وما بتفضلش الا هي ورئيسه البلاط، وبتبدا بقى تشرح له كل وصفه من الوصفات بتاعتها هي ايه وتدوقه كل حاجه، بس بعد ما طبعا رئيسه البلاط تدوق الاول وهو يدوق من هنا وينبسط على الاخر، ورئيسه البلاط كمان مبسوط حتى ان هي عملت له لسان على الفحم، ودي بحد ذاتها اختراع عندهم، فبيكون متفاجئ بيها وقد ايه هي ذكيه جدا. لكن المره دي مش بيخلي رئيسه البلاط هي اللي تدوق الاكل وبيخلي البطله بتاعتنا هي اللي تدوق، فوهي بتدوقه بيتخيل مامته وبيفتكرها جدا، وبيلاقي نفسه لا اراديا بيقول لها تاكله، فبطلتنا طبعا بتتصدم فبيقول لها ايه مش عايزه تاكليني، لكن هي بتقول له والله ما قلت حاجه هاكلك دلوقتي حالا، وبيتاكلوا من هنا وبيرجع تاني لذكريات طفولته وبيكون مبسوط جدا، وبيسالها ازاي الطبق ده قدرت تعرف ان هو هيعجبه، فبتقول له والله يا ملك يونج احنا عارفين ان انت مش بيعجبك اللي عجب. فبيقول لها مين الملك يونج ده بقى؟ انا سمعتك بتقول لي بالاسم ده كذا مره، مين بقى الملك يونج ده؟ هي طبعا مش هتقول له ان هم سموه الاسم ده بعد ما اتعزل علشان يبقوا بيتريقوا عليه يعني وبيهنوه بالاسم ده، وده اللي مكتوب في كتب التاريخ بتاعهم، لكن هي بتعمل نفسها من بينها وبتقول ان هي مش فاكره حاجه، لكن بيقول لها انا عايد السؤال تاني ليكي، هو انت ايه اللي عرفك ان الطبق ده هيعجبني؟ فبتقول له ان الملوك اللي هناك في اوروبا بياكلوا الاكل ده وبيحبوا ياكلوا اكل متنوع كتير، فهي عملت له اكتر من صنف. وفي الوقت ده بتيجي المحذيه كانج وبتكون غيرانه جدا وعايزه تخش تشوف الملك دلوقتي حالا، لكن الراجل الكبير ده واللي بيكون المساعد بتاع الملك يعني ما بيرضاش يدخلها، لكن هي مش بتسمع كلامه طبعا وبتفتح الباب عشان تدخل، لكن بتلاقي ان الملك وجيون قريبين من بعض، فبتقفل الباب بسرعه والملك بيقول مين اللي جه، فبتقول له انا عايزه اخش اشوفك دلوقتي حالا، لكن الراجل الكبير ده مش عايز نخش ارجع ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه احسن قرار انك ترجعي اوضتك دلوقتي، وبيكمل بقى مع جون وبيهمس لها في ودنها وبيقول لها انا اخترتك انت. فالبنت ما بتكونش مصدقه نفسها وبتقول هو انا هبقى العشيقه بتاعه الملك والتاريخ هيتغير ولا ايه؟ لكن فجاه بتلاقي ان كبير المستشارين جاي وعايز يكلمها، واللي بيقول لها انا هبقى الحليف بتاعك وعايزك انت تبقي مكان المحذيه كان، لكن بنتها بتقول له انا اصلا مش عايزه حلفاء ولا حاجه، انا لوحدي كده هسيبك. فبيقول لها ان النهارده اول مره الملك يروح كانج من غير ما تقابله، وان هي مش هتسيبك في حالك وانت عارفه ان هي شرانيه وهتعمل لك اي حاجه. فبنتها بتفكر كويس وبتقول فعلا لو هو بقى الحليف بتاعي مش هتقدر تعمل لي حاجه، لكن هي بتقول له ان هي مش عايزه حد يتعمى في السر، وان لو انت عايز نساعدك في اي حاجه لازم تعمل لي حاجه الاول. فبيقول لها ايه الحاجه اللي انت عايزاها؟ فبتقول له انا عايزه الشنطه بتاعتي اللي انت رميتها انت والملك. فبيقول لها بسيطه هجيبها لك ان شاء الله. المحذيه كانج بتكون متضايقه جدا منها، لكن الخادمه بتاعتها بتقول لها اهدي كده وهي كده كده مش هتعمر هناك يوم واحد. وفعلا الشفاتر في المطبخ بيشوفوا ان هي خطر عليهم وبيكونوا عايزين يمشوها، فشويه يرموا لها تعبان وشويه صراصير وهم اللي بيرموها وهي شايفاهم بعينيها، لكن طبعا ما بتعرفش تعمل اي حاجه معاهم وبتفضل ساكته هي وصاحبتها. تاني يوم بقى كبير المستشارين بيكون قاعد مع الملك وبيقول له كل الوزراء بتوع البلد وكل الكبار اللي في البلد كلهم متضايقين منه. فبيقول له خير يعني متضايقين ليه؟ لكن هو بيقول له متضايقين عشان انت نفيت الحاكم، وبيقول ان انت نفيته بسبب جيون، فبيكونش عارف مين اللي نشر الاشاعات دي، بس هيبقى مين يعني غير المحذيه كانج. المهم فعلا بيحصل اجتماع وكل الوزراء بيكونوا واقفين قدام الملك، وبيبداوا يقولوا له احنا مش عاجبنا اللي انت بتعمله الفتره دي يا ملك، وانت ازاي تنفيه علشان واحده يعني، لكن هو بيسكتهم بالطريقه وبيقول انا الملك هنا وانا اللي احكم واقول مين اللي هيتنفي ومين اللي مش هيتنفي، وبيدخل لهم جون وهم بيقولوا اللي هو يعدمها ويرجع نصاب العرش لمكانه. ودي اول حته شفناها في الحلقه الاولى فمش هنطول فيها. الملك بيقول ان هي هتكون كبرت الطهاه في القصر بتاعه، فطبعا كلهم بيتصدموا وبيقول لها لو عملتي لي اكل ما عجبنيش انا هقتلك. هو بيقطع لها الحبل اللي كانت مربوطه بيه ورسميا بقت هي كبرت الطهاه في القصر الملك، فطبعا الوزراء كلهم بيكونوا شايطين منه، والمحذيه كانج لما بتعرف الكلام ده بتكون هتشيط خلاص وبتقول مفيش الا شخص واحد بس هو اللي يقدر ينقذنا من الموضوع ده، وبتروح للملكه الام وبتقول لها ينفع اللي بيحصل ده نفى الحاكم بسبب البنت دي، هو اي حد هيجي ويشتغل يعني شيف عندنا، وان هي بتغوي الملك وهتودينا كلنا في 60 ده. وبتقول لها هي اللي كانت معايا في الغابه لما اتضرب بالسهم اكيد هي مع المتمردين، واكيد بقى الملكه مش هتسيبها في حالها. جيل بقى وجون بيكونوا فرحانين اخيرا ان هم بقى ليهم اوضه حلوه جدا في القصر وفرش وهدوم وبيكونوا ملعلعين على الاخر. تاني يوم بقى كل واحده فيهم بتلبس الهدوم الرسميه بتاعتهم بس بيكونوا خايفين
خايفين لان اول يوم هيبقى ليهم هناك واكيد هناك مش هيسيبوهم في حالهم. لكن بطلتنا بتطمن جيل وبتقول لها ما تقلقيش انا عندي خط. بتروح بقى بتلاقي ان هم مخبيين كل حاجه هناك في المطبخ، والسكاكين الحاميه ما خلاهاش حاميه. بنتنا بقى بتروح وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم انا جيون وهبقى كبيره الطهاه هنا في المطبخ. والرجاله بيكونوا مش طايقينها خالص، بس بتتعرف على كل واحد فيهم. شريف هو اكبر واحد فيهم وعنده اكبر خبره واللي بيعمل الاطباق بتاعه الملك، اما محسن فهو بيعمل الاطباق الجانبيه بتاعه الملك. وبتتعرف كمان على الخدم اللي هناك، فلسه بقى هيقولها اطبخي بقى للملك، فبتقول لهم لا 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 انا هقعد وانتوا اللي هتعملوا كل حاجه، انا جديده هنا وما اعرفش اي حاجه، وقلت للملك اللي انا هقعد كام يوم كده وراقب. لكن هم بقى بيستنصحوا عليها وبيقولها بس انت تحملي معانا المسؤوليه على الاكل اللي احنا هنعمله. فبتقول لهم طبعا لا انا قلت للملك ان انا هقعد ومش هتحمل اي مسؤوليه، انتوا اللي هتعملوا الاكل كله. وهي ولا قالت ولا عادت وهتقعد بقى وتتفرج عليهم. وفعلا بنلاقي ان هم كلهم طاروا وجابوا كل الحاجات اللي كانوا مخبيينها ورجعوا يسنوا السكاكين تاني عشان يشتغلوا على طول. وكده بتكون عرفت ازاي ترجع كل حاجه زي ما كان. لكن ساعتها دي مش هتكمل لان الملكه طلبت انها تشوف، واللي بتقول لها هي انت بقى اغويتي الملك بطبخك يعني ولا بحاجه تانية؟ انت اكيد عامله له حاجه. والتانيه تقول لها لا والله بالطبخ بس. فلقيناها بتقول لها خلاص طالما بطبخك يا ستي فاحنا هنعمل مسابقه وهنخلي محسن وشريف يبقوا معاكي كمان، واللي هيكسب فيكوا هو اللي هيكون كبير الطهاه، اما بقى لو خسرتي فدراعك هيتقطع يا حلوه. فبتبص كده بتلاقي ان المحذيه كانج عماله تبص عليها وتضحك، فبتعرف ان هي اللي عملت اكيد الملعوب ده. بنلاقي بقى كونج المهرج بتاع الملك والايد الخفيه ليه جايب له رساله، وده بيكون كاتب رئيسي بيقول له اللي هو لقى مسوده وفيها كل ما وراء موت مامته، وان هو هيقابله الساعه 10 بالليل علشان يديها له. بيقطع بقى كلامهم دخول كبير المستشارين واللي بيستغرب ازاي المهرج موجود عند الملك. فالملك بيقول له خير عايزني ليه؟ فبيقول له جيون الملكه استدعتها وهتخليها تطبخ لها، لا وكمان هتخليها تتنافس مع شريف ومحسن ولو خسرت هتتقطع ايديها. فالملك بيستغرب جدا هي عرفت اصلا ازاي، فبيقول له اكيد المحذيه كانج هي اللي قالت لها. وهم بقى بيحضروا المنافسه بنلاقي ان الملك داخل عليهم. الجده بتقول له حبيب قلبي بقالي كتير ما شفتكش. فبيقول لها انا كده اشوفك اهو. بالمناسبه بقى هي المنافسه دي معموله ليه؟ فبتقول له ان انت عينت كبير الطهاه من غير ما تقول لي، وعندها محسن وشريف ممكن يبقوا اولى بيه. لكن هو بيقول لها انت كده بتشككي فيا في قراراتي. فبتقول له ان الوزراء كلهم شايطين جدا بسبب الطاهيه الجديده دي، فانا قلت هشوفها واختبرها ولو طلعت كويسه ما نسيبها، اما بقى لو طلعت اي كلام نقطع لها ايديها. فابننا بقى بيقول لها يعني لو هم كمان خسروا هتقطع لهم ايديهم؟ فطبعا التانيين بيخافوا على ايديهم جدا. فبيقول لهم علشان العدل اللي هيخسر هيتقطع ايديه. وبيحضر معاهم بقى المنافسه وبيبص كده للبطله وبيقول وريهم بقى مهارات. بتبدا بقى المنافسه والملكه بتقول ان المنافسه هتكون عن بر الوالدين، عايزين اكله تحسسنا ببر الوالدين، والاكله لازم يبقى فيها معجون صويا وكمان موجود فيها رز. قدامكم بقى ساعتين تعملوا فيهم الوصفه، بس روحوا الاول جيبوا المكونات. والوقت بيبدا وكلهم بيروحوا بسرعه عشان يجيبوا المكونات، ومحسن وشريف بيجيبوا كل المكونات اللي هم عاوزينها وازيد كمان من اللي هم عاوزينها، وما بيسيبوش لبنتنا حاجه خالص. وكل واحد فيهم بيختار البروتين اللي هو هيحطه في الاكل، يعني واحد بيختار الفراخ والتاني بيختار السمك. بنتنا بقى بتختار ايه يا ترى؟ بتختار السبانخ. السبانخ لان الملكه بتعاني من فقدان في الشهيه وكمان عندها فقر دم، فهي اكيد هتعالجها بالسبانخ. وبيجي رئيس الخدامين بقى علشان يساعد بنتنا اللي بتقول له ان هم خدوا كل المكونات وما فضلهاش حاجه خالص، وان هي عايزه معجون صويا دلوقتي حالا. وهو بيقول لها ان في معجون صويا تاني موجود بس مش هيبقى في نفس قوه المعجون ده. فبتقول مش مشكله يلا نروح نجيب. وبنشوف بقى كل الوزراء وهم قاعدين مستنيين النتيجه بتاعه المسابقه، وبنلاقي محسن وشريف قاعدين وشغالين شغل من نار. وبطلنا عمال يبص كده مش لاقي البطله ولا عارف هي فين اصلا، والوقت بيعدي وخلاص كده ممكن ما تلحقش. لكن اخيرا بطلتنا بتدخل وبتعمل لهم اكل كده وهم مش عارفين، وبتستخدم كمان السبانخ اللي بتكون جديده عليهم في الوقت ده. والملكه وابنها بيكونوا بيتكلموا وهو ما بيكونش طايقها خالص. بنتها بقى في الوقت ده بتكون عايزه تعمل لهم باستا عشان ياكلوها، لكن بتفكر كده في كلام كبير الخدم وهو بيقول لها ان الملكه مفتقده جدا اكل مامتها، وان اخر اكل اكلتها الملكه عند مامتها كانت اكله منعشه، وان هي مفتقده جدا الاكله دي ومش لاقيه حد يعملها لها. عملوها لها كتير بس فيها حاجه ناقصه. بنتها بعد ما بتفكر كتير ايه هي الحاجه الناقصه بتعرف بتكون عايزه تروح تجيبها، لكن هم ما بيرضوش وبيقول لها مش هينفع، احنا ايه اللي عرفنا ممكن تكون عايزه تهربي. لكن هي بتتوسل ليهم ان هي لازم تروح دلوقتي حالا وتجيبها، بس كانج بتفضل تزعق لها وما بترضاش خالص، وبتقول لها احنا ايه اللي عرفنا ممكن تكون عايزه تغش. والملكه بتكون مقتنعه جدا بكلام المحذيه كانج، لكن الملك بيقول لها طب خليها تروح ممكن تكون بتجيب مكون مهم، ولو جابته والاكل برده ما عجبناش هتتقطع ايديها الاثنين. فبطلتنا بتبص له كده بقرف بتقول قول كمان. وبيرضوا اخيرا ان هم يودوها، لكن بقى وهي رايحه بتلاقي ان الوقت بيعدي، وان هي لو راحت وجابت المكون ده ورجعت وهتطبخ كمان مش هيكون الوقت كافي. فبتقول لجيل على المكون اللي هي لازم تجيبه، وكيل بتقول لها ما تقلقيش انا هجيبهولك. وبتبدا بطلتنا تعمل بقيه الاكل، لكن المحذيه كانج هتسكت لا والله بتودي الخادمه بتاعتها ورا جيل. وجيل بقى راجع بالمكون اللي البطله قالت لها عليه، بتلاقي ان الخادمه ضربتها ووقعتها في الارض وكانت كمان هتقتلها. والشيفات بيكونوا خلصوا خلاص الاطباق بتاعتهم، اما بنتها بتكون لسه مستنيه المكون. لكن اخيرا جيل بتيجي بس راسها بتكون مفتوحه، وبطلتنا بتكون خايفه عليها، لكن هي بتقول لها سيبك مني خالص اعملي الاكل دلوقتي حالا. وكلهم بيستغربوا ايه يا ترى المكون اللي هي حطوه في الشرب. وبتكون الزوار
متفوقة عن ملك لقح كده عليها بالكلام، لكن البطل بقى بيمسكها وبيبستف، فبتعتذر منه وبتكون هتعملها على نفسها حرفيا، وبيتنرفز عليهم كلهم وبيقول للملكة يعني انت عايزة تعرفينا ان احنا دلوقتي في منافسة حقيقية وان انت عاملة كل الجو ده عشان انت مش واثقة في قراري ان انا اعينها، وقاعدة بتشككي في جون عشان هي بس بتعمل اكل انت مش عارفاه. وبيخلص الوقت بتاع المنافسة وكلهم بيكونوا مجهزين الاكل بتاعهم، ومحسن بيبقى عامل لهم اكلة سمك ولا اروع، وكلهم طبعا بيفضلوا يشكروا فيه. الاكل بقى بيعجبهم كلهم، حتى الملك بيعجبه الاكل بس بيبقى حاسس ان برضه لسه في احسن. وبيجي الوقت على الشريف اللي بيكون عامل لهم فراخ ولا اروع، وبيدوقوا بقى الاكل الجامد ده وبيكونوا برضه منبهرين بيه. وبتقول له ايه علاقة الاكل ده ببر الوالدين، فبيقول لها اجابة اي كلام، زي ما سألت محسن قبليها وقال لها برضه اجابة اي كلام علشان يطبل لها. فالبطل برضه ما بيكونش حاسس قوي، وبيجي بقى الدور على بطلتنا اللي بتكون عامله لهم طبق متواضع جدا واللي هو رز وشرب. فالملكه بتقول لها هو ده طبق يليق بينا احنا، لكن بطلتنا اللي بتكون واثقه من نفسها بتقول لها دوقي الاول وشوف. فهي لسه بتدوق بتلاقي نفسها رجعت بالذكريات لساعه ما كانت صغيره خالص ومامتها كانت لسه معاها، وكانت بتقول لمامتها انا مش عايزه اروح القصر، لكن مامتها قالت لها لازم تروح، وقالت لها كل الاكل ده لان انت ممكن ما تاكلوش تاني. وبتفتكر كل ده وبتفضل تشرب تاني وهي بتبكي. والمحزيه كانج ما بتكونش لسه شافت الملكه، فبتقول لبنتنا ايه علاقه ده ببر الوالدين، فبتديلها اجابه بتخرسها، والملكه بتقول لهم اسكتوا كلكم دلوقتي، وبتقول لهم الاكل ده هو اللي بيمثل بر الوالدين بدون منازع، واللي ما عندهاش شهيه بتبدا تحط الاكل على بعضه وتفضل تشرب. والبطل بيتصدم لان هو عارف ان الاكل تحفه وكل حاجه، بس ايه يا ملكه؟ والملكه بتقول لها هو ايه اخر مكون انت حطيتيه؟ فبتقول لها بلح البحر. والبطل بنلاقي اللي هو بيقول ايوه ده فعلا منعش جدا، والبطله بتعمل له لايك وبتقول له احسن كلام قلته يا طغاة. بتقول لها هو ايه الاخضر اللي انت حطاه في الاكل ده؟ فبتقول لها ان دي السبانخ، انا لاحظت ان انت بتعاني من فقر الدم وكمان بتدوخي لما بتقفي فلازم نديكي سبانخ. والملكه بتشكر بنتنا وبتقول لها اطبخي لي بقى من الاكل ده على طول. وبطلنا بيقول باين علينا كده عندنا فايز، ورسميا بتكون جيون هي كبيره الطهور وبيكونوا هيمشوا خلاص، لكن بطلنا بيقول ايه القانون عشان احنا قلنا اللي هيخسر يتقطع ايده، وطبعا كلهم بيكونوا مصدومين من كلامه ده لكن مش هيقدروا يعملوا حاجه. لكن بطلتنا بتتوسل له وبتقول له ارجوك سيبهم، ليه لازم لما نخسر تتقطع ايدينا، وان الايد دي هي حياه الطباخ من غيرها مش هيقدر يعمل اي حاجه في حياته، ليه ما تكونش المنافسه وديه. لكن البطل بيتعصب جدا وبيقول لها يعني انت بتعصي اوامر وبتديني اوامر كمان. فالملكه الام بتتنازل وبتقول له ارجوك علشان خاطري انا هسيبهم في حالهم. فبيقول لهم خلاص يا جماعه سماح المره دي علشان جيهم بس قالت لي هي والملك. وبيجمعوا الاتباع بتوع الملكه وبيقعدوا معاه وبيقول بص شكل المحزيه كانج كانت متضايقه جدا بس خلاص بقى ملناش دعوه بيه، ولو جت قالت لنا ايه مش هنسمع كلامها تاني. بس الملكه بتكون متضايقه جدا لان الملك كان بيلقح عليها بالكلام، واتباعها بيقول باين عليه كده عارف مين السبب ورا موت ماما. لكن الملكه بتقول ولا يهمني لو كانت عايشه كنت موتها تاني. الملك بيكون تعبان جدا لكن بيفتكر كلام كبير المستشارين ان كل اللي عمل الخطه دي هي المحزيه كمان، فبيقول ودوني بقى ليها. في الوقت ده بنتها بتكون رجعت المطبخ تاني وقاعده مع محسن وشريف اللي بيكون مكسوفين جدا منها، لكن هي بتكسر لهم الكسوف ده وبتطلب من كل واحد فيهم طلب، وبتخلي محسن يروح ويجيب لها كمان ميه بس عشان ما تخليش فيه بينهم احراج يعني. والاتنين بيكونوا ممنونين جدا ليها لان هي انقذت حياتها. وبنتها بقى بتقعد مع جيلو بتقول لها ايه اللي حصل بقى في دماغي؟ فبتقول لها والله ما اعرف مين اللي ضربني على دماغي وكان عايز يموتني، لكن بقى المهرج جه وانقذني. بتكون بقى المحزيه كانج بتتكلم مع الخادمه بتاعتها اللي بتقول دي باين عليها جاسوسه وحد حطها وسطنا، ايه رايك لما اخطفها وباعها؟ لكن في الوقت ده بيجي الملك علشان يهزقهم، بيقعد معاها وبيقول لها يعني انت اللي عملتي كل ده وانت اللي نشرت الشائعات دي؟ فبتقول له انا عملت كل ده عشان ترجع تاني الرشد، لان انا شايفاك سايب طار مامتك وقاعد دلوقتي عمال تمشي لي معايا، انا عايزاك ترجع حق مامتك عشان تكون مرتاح. لكن هو بيقول لها خلاص ما تتكلميش كده تاني معايا، بيقول لها لو عملتي اي حاجه تاني من غير ما تستشيريني انا هدفعك الثمن وان انت خيبتي ظني بيكي. وهو بيزعق لها بقى بنلاقي ان راسه وجعته جدا ومش قادر، لكن بنلاقي اللي هي مره واحده قربت منه وبتقول له انا هريحك دلوقتي وبتدي له حاجه كده بس ما بيرضاش ياخدها منها، لكن هو بيسيبها وبيمشي بقى وهو تعبان كده. بنشوف بقى باسم سمره ده وهو قاعد مع واحد من اتباعه اللي بيقولوا اللي ضرب سهم الملك هو واحد من اتباعه، وانه عمل كده عشان ينتقم من الملك علشان بس اخوه اللي اتقتل في المذبحه، خلاص جيبهولي بسرعه. فبيقول لا مش هنعرف نجيبهولك الصراحه، لان عقبال ما رحنا له كان في حد كده شبه المهرجين جه وخطفه بس كان لابس قناع، ومن ساعتها هو ملوش اثر. بنشوف بقى كبير المستشارين وهو رايح عند بنتنا وبيديلها شويه حاجات حلوه كده ليه، هدوم على مجوهرات على حاجات حلوه علشان بس تغزل الملك، لكن هي بتقول له لا انا ماليش في الكلام ده، مين قال لك كده احنا اصلا مش بنطيق بعض. بيقول لها الكلام اللي انت بتقوليه ده لا طبعا لان الملك جيب نفسه المنافسه عشان ينقذك، لكن هي بتقول له ما حدش انقذني انا اللي انقذت نفسي باكل، لكن هو بيقول لها انت متاكده ان اكلك بس هو اللي انقذك؟ وفي الوقت ده بيكون الملك بقى عايز ياكل فبتروح تعمل له الاكل، لكن وهي ماشيه بيقول لها احرصي بقى انك ترضي الملك كويس. بنتنا بقى بتكون لسه متفائله لان دي
اول وجبه ليها كرئيسه الطهاه، بس بيعكنن عليها رئيس الخدم لما بيقول لها ان الملك دلوقتي مش طايق نفسه وانه عمال يكسر في كل حاجه ويطرد اللي بيه، فاحنا عايزين اكل كده يروقه شويه. لكن هي بتجيلها فكره ان هي تعمل له باستا، مين ما بيحبهاش، وبتروح له بقى مع رئيسه البلاط علشان يدوا له الاكل، فبنلاقي اللي هو عمال يزعق بقى وبيقول لهم يمشوا كلكم علشان ما قتلكوش. وبنتها كانت لسه هتهرب لكن هو بيقول لها ايه ده، الربطه الزرقاء اللي في شعرك دي بتقول ان انت كبرت الطهاه، تعالي يا حلوه عشان ناكل. ويبص بقى على الاكل كده وبيقول لها ايه ده، انت عامله لي شعريه بس النهارده؟ فبتقول له بتتكون من ايه؟ فبيقول لها برده ما اقنعتنيش، انت ازاي تعملي الاكل ده؟ وبيكون متعصب جدا. فبتبدا بقى تفخم في الباستا وبتقول له دي مكرونه ايطاليه ومعموله من كذا حاجه، ان مش اي حد بياكلها وبتفضل تفخم له فيها. فبيتحمس جدا وبيقول لها دوقيها طيب، وبتعمل حركه كده وهي بتدوقها، فبيكون عايز يعمل نفس الحركه لكن مش بيعرف وبيتعصب. فبتقول ما بيديهاش بقى، انا هوريك، وبتعملها له وبتقول له افتح بقك بقى عشان تاكل. فبياكل فعلا وبتعجبه جدا لدرجه ان هو بياكل بالطريقه بتاعته هو، وبيفضل يلهلط على نفسه زي العيال الصغير. فبيقول لها فعلا الاكله دي روقت مزاجي، جاتلك منين بقى الفكره؟ فبتقول له انا لما كنت ببقى متعصبه كان بابا بيعملها لي علشان يروقني بيه. فبيقول لها طب ومامتك؟ فبتقول له ان مامتها ماتت وهي صغيره. فهو بيقول لها ده انت تلاقيكي قستي كتير قوي وانت قاعده لوحدك. فبتعرف ان هو بيقول الكلام ده يا عيني عشان يواسي نفسه. وبيقول لها طب فين باباكي؟ فبتقول له ان هو اكيد دلوقتي قالب عليها الدنيا وعمال يدور عليه. وبيقول لها يعني هو ما يعرفش ان انت هنا؟ انا لازم اجيبه دلوقتي، انا هخلي الجنود بتوعي يدوروا عليه ويجيبوه. لكن هي بتقول له انا من المستقبل وانا عارفه ان انت مش هتصدقني، لو كانت معايا الشنطه بتاعتي دلوقتي كنت هوريك من الكتاب. هو بيفتكر ان هو رمى الشنطه بتاعتها وبيقول لها انهي كتاب ده وفيه ايه؟ فبتقول له ان هو كتاب تاريخي واسمه مانجو. فبيقول لها خلاص يا ستي قولي لي مستقبلي وانا هصدقك، ولو كلامك طلع صح انا هخلي الجنود يروحوا يجيبوا الشنطه بتاعتي. لكن هي بتتصدم كده وما بتكونش عايزه تقول له ان هو هيعمل مذبحه علشان ينتقم من كل اللي قتل مامته، وان الشعب كله هيقوم عليه بعد كده وهيعزلوه وكمان هينفوه. وبتفتكر ان المذبحه هتحصل السنه دي. فبتقول له بقول لك ايه، خلي السنه دي تعدي على خير، وانت بس لما تتعصب كده حاول تتملك نفسك، وكمان احذر من المقربين منك جدا. فطبعا بيفضل يضحك عليها وما بيصدقش اي حاجه من اللي بتقوله. فبتكون تعبت جدا من اليوم ده وبتروح وتغير وتنام جنب جيل. وبنلاقي بقى الملك وهو قاعد وبيكتب في الكتاب كده كل الاحداث اللي بتحصل معاه، وبيفتكر كلامها وهي بتقول ان الكتاب اسمه مانجو. فبنلاقي ان الملك بيسمي الكتاب برضه مانجو. بنلاقي ان الكتاب الاساسي اللي كان في شنطتها اختفى، ومن هنا بنعرف ان الملك هو اللي كاتب اصلا الكتاب ده. بس ازاي وامتى وعارف ازاي اسم الكتاب لوحده يا ترى زمان؟ ده اللي هنعرفه لما نكمل المسلسل. فهو مستقنيس كده بيجيله بقى المهرج وبيقول له ان الراجل اللي احنا كنا هنقابله النهارده باين عليه مات. فبيقول له مين اللي انا كنت هقابله النهارده؟ فبيقول له ايوه ده اللي كان هيقول لك كل حاجه ورا موت مامتك، كنت رايحه اقابله النهارده زي ما قلت لك، بس لقيت ان المكان كله دم ولقيت الهويه بتاعته دي مرميه، فعرفت ان هو اتقتل للاسف. فالبطل بيقول هما كده اتجوزوا حدودهم جدا، وبيكون متعصب قوي وبيفضل وبيقول انا مش قادر اثق في اي حد دلوقتي خالص. لكن كبير الخدم لما بيشوفه كده بيقول انت ما ينفعش تشرب كل الشرب ده على معده فاضيه. وبيروح يصحي بنتها عشان تعمل له اي وجبه خفيفه ياكلها كده وهو بيشرب. بتقول يا دي الشغله دي مش هيخلينا انام كمان. وبتروح تعمل له شويه وجبات خفيفه كده وبتروح تديها له، لكن بتلاقي ان هو واقع على الارض كده. فبتروح عشان تصحيه بتلاقي ان هو شارب على الاخر. وبيقول لها خليكي جنب كده شويه وما تتحركيش. وبتتصدم وكلنا بنتصدم لما بنلاقي ان هو قرب منها. وبيخلص معانا الجزء الثاني من المسلسل على كده. لو عايزين تعرفوا بقيه الاجزاء اللي هيحصل فيها كملوا معانا. سلام.